الأستاذ الفاضل خليفة بن غانم رميحي، مساك الله بالخير. مرحبا، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا بوجودك معاي في برنامجي أزوتي وناسي. أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يسلمك. يقولون عاد أنت ما تطلع في التلفزيون وايد، يعني إحنا من حظنا أن أنت تكون معانا يعني. أنا ما أحب المظاهر. نعم. ما أحب أظهر. لكن أنت على قولة الربع يقولون ترى خليفة ثورة قومية، عنده معلومات. عنده معلومات. نعم. عندي معلومات ولا أنسى شيء. نعم، الله يعطيك الصحة والعافية. ما أنسى شيء. أنا صراحة بشرف لي أنك تكون أنت معي في برنامجي. أنا ما أنسى شيء أبدا. نعم. أبدا. الله يعطيك الصحة والعافية. وفي حوادث حدثت لي وأنا عمري 4 سنوات. نعم. خلينا نتكلم عن طفولتك. يعني أنت من مواليد 1934. 34. بس يقول أن أنت من 1930 بس كبرت 5 سنوات. أول علشان تشتغل. إيه. علشان يشغلونك تكبر عمرك. نعم. ما إذا تروح تقول أنا عمري مثلا 14 سنة 15 سنة يقول لك ما نبيك. فلازم تكبر عمرك. تكبر عمرك. نعم. ما يضرك. صح. ما يضرك. كبر صغر. نعم. زين 1934 ولدت في الحورة. ولدت في الحورة. نعم. المنطقة الحورة هذه. الحورة. اي نعم. يقولون تذكر حتى اليوم بعد، اليوم اليوم والشهر. أنا ما كنت ما أدري. أنا ما يعني أصدقك أنا ما كنت أدري، لكن نعم. إبراهيم المؤيد الله يرحمه. الله يرحمه. كان يقول لي أخوي من قال يقول أنت أخوي وأنا راضع منه. نعم. راضع من أمه. وهو راضع من أمي. نعم. لأن كنا جيران ومولودين في يوم واحد. فسألت إبراهيم قلت له بسألك سؤال إبراهيم، احنا متى مولودين؟ قال مولودين في 18 سبتمبر 34. حلو. زين شلون درى إبراهيم بالمولد؟ قلت له شلون عرفت؟ قال أنا عمي خليل المؤيد عنده دفتر جميع المواليد من أولاد يسجلهم باليوم والساعة. جميل. حلو. أنتوا ولدتوا على يد أي قابلة؟ قابلة اسمها واحدة قوت. هاي مالت الحورة. في الحورة. ايه قوت اسمها. ولدتوا في نفس اليوم أنت وإبراهيم المؤيد؟ ولدنا في نفس اليوم. نعم. وهو يرضع من أمي وأنا أرضع من أمه. نعم. فأنتوا صرتوا إخوان بالرضاعة. نعم. زين تكلم عن هالفريج ذي عمي بدأي، يعني أكيد يعني الحورة، ذكريات الحورة، تاريخ الحورة لا زال موجود في ذاكرتك. الحورة كانت بيوت عشيش. البرستي اللي عنده برستي زين وكلها عرش. نعم. والبرستية حق الشتاء يسنحونها ببداد. وفي القيض يشيلون البداد يغسلونها ويخلونها حق هني وفي العرش. ولين قعدت في العريش أبو هذه وتسميت ظهرت أنت ويا المسند وراء. خلاص لصق فيك. كأنك في الشارع. نعم. كأنك في الشارع. وكنا احنا في الزاوية الشرقية الشمالية الشرقية يسمونه فريق العمر. فريق العمر في الحورة. فريق العمر في الحورة. فرقان. نعم. فريق العسومي، فريق أبو الوهاب، فريق يابر الدوسري، فريق أبو شقر. نعم. فرقان كلها كلها. زين هذه مو بني أنس، لا يعني كانت بني الحورة كانوا يسمونها بني أنس قبل. هذه كانت قديم. احنا اللي ظهرنا في الحورة. ويقولون ان الحورة بعد سموها لأن واحد اسمه الحوري. والله انا ما اعرف شنو يعني المسمى لها اساس يعني تسمية الحورة ما اعرف. نعم. انا يعني اصدق القول. نعم. لان احنا سألنا في الحورة. لكن ولدنا فيها. نعم. بس عمي استاذ خليفة، يعني انت قبل لا تكون في الحورة بعد كانوا الاهل في يو. لا هذه من زمان كان في يو. لان يدي عمر جاء من يو قبل تقريبا قبل ما ولد انا ب40 سنة. نعم. واحنا من جينا قطر. نعم. جينا سكننا في قطر وسكننا في يو. تقريبا هذه شو اسم المنطقة اللي قعدتوا فيها في قطر؟
شنو؟ المنطقة اللي قاعد فيها منطقتنا احنا ملمة اسمها. ملمة. اسمها ملمة. اي هذه جنوبي الزبارة. نعم. الزبارة الخليفة الزبارة الشمالية لنا، واحنا في ملمة. اقرب لنا حوار. اي نعم. قريبة لكم حوار المنطقة دي. وسكن يعني احنا يرجع هذا الكلام الى تقريبا 850 سنة. ما شاء الله، سنوات طويلة. اي نعم. من قديمة موجودين. نعم. وكنا نشتي في الماء ونصيف في يوم. ولنا كانت سترة نخيل كثيرة. نعم. نملكها. لكن ايام اللي انكسروا في الغوص في سنة 32. نعم. عمي محمد الله يرحمه باع كل شيء على يسدد الديون. نعم. وهذه اللي خلاكم تنتقلون منيا ولا من الحصن؟ لا، احنا انتقلنا. انا جيت بروحي من الحصن. اي. ظلوا الاهل في الحورة عيل. تموا الاهل في الحورة، عندنا حوالي 18 بيت. نعم. في الحورة. كلها 18 بيت. نعم. زين الوالد والعم نواخذه كانوا نواخذه. اي. كانوا نواخذه ويغوصون. نواخذه. حتى يقولون كان لكن في سنة 32 لما طاح اللولو. نعم. ظهر البترول. ما حد يشتري اللولو. نعم. طلع اللولو الصناعي. خلاص. على سوى العم في البقارة مالت العودة. بقارة كسروها. شتروها، ما حد يقدر يشتروها. لأن كانت عودة يقولون. كانت كبيرة. يسمون البقارة عودة. شتروها في البحر في سيف الحورة. وباعوها قطعة. باعوها خشب. زين لكم انتم بعد مغاصات كانت صح؟ مغاصنا احنا في احدى الكويت. نيوة رميح. نعم. نيوة رميحي. بس مكان عميق غزير تمام، يعني ما يزورونها ما يغوصونها الا اهل. نعم. استاذ خليفة دخلت البحر؟ دخلت الغوص؟ انا ما دخلت البحر. لا ما دخلت البحر. لا ما دخلت. الوالد والعمام كانوا نواف لو دخلوا، حتى الاخوان بعد ما حد. يعني اواخر المواسم المال هذه، يعني سنة تقريبا 31 32. لما طاح اللولو. نعم. كان تركوا. الحين انت الله يسلمك ترتيبك السادس من الاخوان، انتم يعني 5 اخوان. انا اخوان. اول واحد حمد. نعم. هذه توفى رحمة الله عليه. توفى مؤخرا. نعم. توفى. حمد وخليفة ومايد وخالد وعبد العزيز وخليفة أنا وابن أختي منيرة وتالي محمد الأخير محمد. نعم. يعني خالد خليفة ومايد ماتوا في ليدري. مساكين يعني ايام الموسم اللي صار. اللي مات خليفة، وانا امي حامله بي ولدوني سموني خليفة عوضا عن اللي عن خليفة لك طولة العمر والصحة. واحد عمره 18 سنة. نعم. وواحد عمره 14 سنة. شلون كانت علاقتك بالوالد؟ نعم. شلون علاقتك بابوك؟ ابوي علاقة من احسن ما يمكن. يكون كان وايد يدعمك وكان يحبك وكان يحبنا كلنا. يحبنا كلنا ومتفاني يعني فينا. نعم. كان لا يعني لا يعز علينا شيء ابدا. نعم. ما يعز علينا شيء. زين عمي بدأي خلينا نتذكر شويه. نعم. طفولتك يعني دخلت المطوع على يد مين درست؟ والله انا دخلت مطوع عمري حوالي 5 سنوات. تميت في المطوع حوالي سنة واحدة، وختمت القرآن إلى تقريبا سورة المائدة ما كملته. وكان إخواني عبد العزيز وخالد في المدرسة، كانوا يروحون للمدرسة وأنا شبست بهم ودون المدرسة وياكم مدرسة. ودين. أي مدرسة كانت؟ المدرسة كانت الجعفرية. الجعفرية يسمونها المدرسة الجعفرية اللي هي المدرسة الغربية. نعم. وتغيرت أسماءها الآن. تغيرت أسماء. أبو بكر الصديق آخر شيء. نعم.
لكن الآثار جعفرية. تذكر المطوع مالك من؟ أخذ المطوع إبراهيم مطوع. إبراهيم مطوع. إيه؟ كان شديد. وكان شديد. كان شديد وكان ضخم جسمه. إيه؟ ضخم. أنت ما طوفوك عيل؟ نعم. ما طوفوك ما ختمت القرآن ما طوفوك؟ لا ما طوفوني. ما طوفوك. لا ما طوفوني. زين ذاك الوقت الفريج الحورة. التحميدة يطوفون. التحميدة الحمد لله الذي هدانا. نعم. للدين والإسلام اجتبانا. سبحانه من خالق سبحانه بفضله علمنا القرآن. بفضله نحمده وأحقه أن يحمد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. نعم. طويل القصد. ودور في الفريق يلبسون ثياب زينة نظاف وجاد ودورون فيه وكل من بعد يعني يعطي المجسوم. أربعانات. نعم. الفريج ذاك الوقت العوايل اللي كانت موجودة. نعم. الفريجكم ذاك الوقت شلون كان؟ يعني يقولون كان قبل كل واحد يدش بيت الثاني وكل احنا بيتنا العمر 17 بيت. 17 بيت في قصة واحدة. تطلع من البيت وتدخل البيت الثاني ما في باب ولا في شيء. نعم. ما في. تيش تاكل تنام تلعب وتطلع ولا في شيء سمون. عيال عائلة واحدة. نعم. تذكر من ربعك اللي كانوا معك؟ تذكر ربعك اللي كانوا معك؟ والله اتذكر ربعي. اخواني موجودين. الاخواني كان ربعي وعيال عمي مبارك وعمر واحمد بن راشد كلهم هذول. إذا شنو ألعابكم ذاك الوقت؟ شو تلعبون؟ لعب التيلة. إيه. التيلة والجاري. إيه. وعندنا والبحر شو تسوي؟ البحر. إيه؟ البحر هذه لا فضل علينا ما ننساه. الماء يسقي ناخذ الشرخ. في عندنا واحد الله يطول عمره ظلنا موجود للحين عيد بن يابر. نعم. هذه نروح ناخذ من الشروخ ونروح البحر 7-8 أنفار. وتجلسون. ونحد البحر يعني حدتين 3 حدات مرتين 3 مرات. الكبار يودون الشرخ. نعم. واحنا نحد عليهم. عليهم مرتين 3 مرات نترس خيشه. ونجيبها ونعطيها نص حق صاحب الشرخ. نعم. والنص لكم. وناخذ السمك. واذا كان الماء يصبر في النهار لا تصير في الليل. نعم. المغرب. نروح يقولون على الرغم ذاك الوقت كان بساطة وما كان في شيء وكان في فقر لكن في بركة وفي وناسة. ما هي بساطة بساطة ولا شيء. يا الله هلاك صحي هالكبر صحي بس الكبر والكاس لبن. نعم. بس الخبز ما ناكله. ما كان موجود ذي شيء. ما نقدر نشتريه. ما نقدر نشتريه. يقولون البلدية كانت تعطي تمر. لا احنا ما كنا ناخذ من البلدية. لا بذاك الوقت يعني بالمنطقة. تعطي البلدية تعطي تمر. تعطي خبز. تعطي قرص. تعطي تمر. الفقراء المساكين. نعم. فقراء ناس وايد. صحيح. لكن احنا لا. احنا عندنا مخزن داخل البيت تاخذيه الوحيد حجرة يعني مبنية بطين. نعم. مخزن نسوي مخزن تمر. وفيه ممرات كذي سرادي علشان يترس عمي تمر يجيبونه من السترة. نعم. من نخل مالكم. من يشترونه. من عند عمر بن سلطان ومن عند هذا يشترونه. نعم. ويجيبونه يحطونه ويرصونه تمر 200 قلة. يحطونه وناكل منه. يعطونا على نزفار كبيرة ولبن نشرب لبن. بس عليه. إذا خلينا نتذكر المدرسة. يعني دشيت المدرسة الجعفرية أول شيء. المدرسة الجعفرية. اي نعم. دخلوك أول شيء. دخلت المدرسة الجعفرية. في امتحان قبل يسوون عشان يعرفون إن مستواك زين ولا مو. عندي الله يسلمك إنه الله يرحمه كان في المدرسة أستاذ علي المدني. نعم. علي المدني الله يرحمه. أبو حسن المدني. نعم. وعبد النبي المدني. هذه
كان شبه سكرتير حق المدرسة. حق المدرسة. وكان سالم العريض المدير. نعم. سالم الله يرحمه. نعم. سالم العريض أبو جواد. أبو أستاذ سعادة الأستاذ جواد. نعم. أي نعم. هاي كان المدير. وكان شديد، كان شديد، معاملة شديد يعني. نعم. لكن رجل مثالي. نعم. مربي فاضل كان. أي نعم. نعم. مثالي. الله كان له فضل علينا. نعم. وتمت عندي تلميذ سنتين. كانت عندي تلميذ سنتين عنده. وتالي ودوه، نقلوه من عندنا، ودوه ترجم في المحكمة. اي نعم. يترجم حق يعني المتهمين الهنود وما الهنود والانجليز، الاجانب يعني. نعم. يترجم لهم حق لانه لغته الانجليزيه زينه كان. لانه مولود في الهند. اي نعم. وتعلم في الهند. اي. فاللغه ساعدته وايد كثير. نعم. نعم. وعقبها انتقلت الله يسلمك في اي المراحل اللي مريت فيها في المدرسه. شلون؟ المراحل اللي مريت فيها في المدرسه، يعني دشيت الابتدائي. اي في الابتدائي. كنت في الابتدائي، وتالي انتقلت الثانوي. نعم. طبعا ذاك الوقت ما كان في اعدادي، ما كان في اعدادي، على طول من الابتدائي تروح ثانوي. اذا في الفتره هذه الابتدائي ما رحت اشتغلت مكان، ما رحت بابكو مثلا؟ اشتغلت انا اذا الامتحان يخلص اليوم راسا اروح بابكو. 3 مرات اشتغلت في بابكو. اي. كم عمرك كان في ذاك الوقت؟ تقريبا عمري يعني حوالي اول ما ذي 9 سنوات 8 سنوات 9 سنوات. نعم. وانا محبوب هناك في الرفاينري لانه ضعيف. واركب التانكي فوق، لان يعطوني تانكي، يعطوني قول فيها القبور، وفي حد ذاك فيها خيط وعلقه في رقبتي. تروح تجيب سامبل منه؟ اروح اجيب سامبل. اي. واخذ السامبل اترسه وانزله لهم، واحد ياخذه. في واحد من الله اظن مالي موجود ولا موجود، اسمه عبد الحسين. اي نعم. عبد الحسين. اي. وتالي عبد الحسين هذه بعد صادف بالصدفه اشتغل في البنك البريطاني. اي. اشتغل عقب بابكو. اي. عقب بابكو اشتغل في البنك البريطاني. نعم. ايش كثر تميت معهم؟ 3 سنين في بابكو، يعني 3 صيفيه؟ في بابكو ما تميت الا مره وسنه واحده. اي. سنه واحده بس بابكو. يقولون ان للحين تتذكر يا ابو دعي رقم البطاقه مالتك مالت بابكو؟ البطاقه اي. رقم مالي 8021 8021 8021. نعم. اي. هو جاب لي محمود. جاب لي محمود المحمود. نعم. قبل فتره كان لما كان في بابكو. نعم. جاب لي صورتي من الفايل ويا البطاقه ورقمي. يا سلام. موجود عندي. يا سلام. حلو. موجود عندي. حلو. شفت هذه. كم عمرك كان ذي الوقت؟ تقريبا 8 سنوات 9 سنوات. 9 سنوات. اشتغلت معهم. كنا نروح لان الحاجه ترغمك على ان تشتغل. نعم. الحاجه ترغمك ما تخلي. بس انت استاذ يعني كنت عصامي من بدايتك يعني؟ لا مو بذاك يعني عصامي ما تقول عصامي. لكن الحاجه. نعم. الحاجه هي اللي ارغمتنا. الحاجه هي اللي ارغمتنا على كل شيء. صح. اي. انك انت تتخطى الصعاب، وانك انت تمارس عمل جديد، وانك ما تقعد في مكانك. يعني انا يعني كنت احب العمل. نعم. الميزه الوحيده العمل، احب العمل. يعني اذا في البيت اشوف اصلح الحوضه مالت البقر. ما تحب تقعد يعني؟ لا ما اقعد. اي. ما اقعد ابدا ابدا ابدا. حتى مره واحده مرت علي وانا انظف تحت البقر، عندي صخين. واحده من البنايم، شيخ البنايم الله يرحمها اظنها ماتت من زمان. اي. طلت ولا ايه، ومشيت طقيت ريلي منه. اوف في الصيخ. على منه من ورا. نعم. وقصيت ريلي. تميت على حوالي 2 سنين ما طاب. ما دم الجرح. 2 سنين ما طاب. قال لي ينزف دم هذه وتالي. ايه. لا حول الله. ولا زال اثر مبين يعني. اثره موجود الحين موجود. نعم. وامي الله يرحمها
تسأل تسوي لي دواء ولا تسوي لي شيء، وكانت تحط عليه أي مشموم. لا 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 تحط هذه على ايش اسمه هذه اصفر، هذه ماده شو اسمه دواء، هذه دواء. اي ولين طاب الجرح؟ طاب تقريبا حوالي 2 سنين. وكان يألم. اي نعم. ولا يزال اثرها. نعم. لا يزال اثرها في ريوري. اي نعم. زين الله يسلمك، عقبها رحت الثانويه. نعم. رحت الثانويه عقب المناظر. اي رحت الثانويه هذه. ثانويه. رحت الثانويه، كان الأستاذ أحمد العمران أيامها كان نائب المدير. نعم. كان المدير المعارف اسمه ويكلن. أي بريطاني هو؟ إنجليزي. أي نعم. كان وتالي تم 2 سنين، وراح وحطوا مكانه واحد إنجليزي مستر ويلي. هو أول المعارف. أي وكان هذه سنة واحدة وتالي راح. نعم. أي أستاذ، كنت أنت شاطر في ذاك الوقت في الثانوية؟ نعم. كنت شاطر في الثانوية؟ كنت شاطر. أي شو المواد اللي تحبها كنت؟ احنا في الثانوية استفدنا من شيء واحد. نعم. احنا الدفعة مالتنا اللي تقريبا في 43 كنا يعطونا دروس باللغة الإنجليزية. جميل. هاي سنة 1943. 43. أي. بدينا في 43. نعم. حق في الثانوية. مين مدرسينكم كان ذاك الوقت؟ مدرسينكم من وين كانوا؟ مدرسين واحد اسمه كالا وبريتو، هذا انجليز، هنود ومصريين وفلسطينيين كانوا. مصريين. لا. نعم. لا ذاك في الابتدائي كان في الابتدائي كانوا فلسطينيين. اي. اول شيء كانوا يبون فلسطينيين. كانوا فلسطينيين. اي. عارف محمود وذاك الدحله والدجاني كانوا في المدرسه الجعفريه. نعم. هذه اللي درسوا. وكان احمد جاسم محمود وياهم. كان مدرسنا احمد جاسم. اي نعم. اي نعم. شو يدرسكم كان؟ كان يدرسونهم يدرسون عربي، حساب، انجليزي، وعلوم، يعني المواد اللي موجوده. المواد. نعم. وهذه زين، يوم في الثانويه والدفعه انتم مالتكم اللي درسوكم انجليزي، مين كان معاك في الدفعه؟ الدفعه سلمان عبد الله الجاسم. اي نعم. الله يرحمه توفي. رحمه الله عليه. وعيسى ابراهيم الصباح، وابراهيم النعيمي. ابراهيم النعيمي موجود. نعم. في قطر الحين. اي نعم. ابراهيم النعيمي، سلمان الصفار، سلمان الصباغ. نعم. سفير سلمان. ابراهيم الشيخ ابراهيم بن ستره. نعم. ابراهيم بن محمد مات اخيرا كان. نعم. اي رحمه الله عليهم. إيه. وهذه هم اللي اخذونا القسم الخاص. هذول القسم الخاص احنا انخدعنا فيه. شلون؟ انخدعنا. اي. لان احنا اول دفعه في المدرسه الثانويه. ما مش مدرسه ثانويه، سوى مدرسه ثانويه في بنايه منصور العريض. التربيه، وزاره التربيه، اداره المعارف تحت. اي. واحنا فوق. نعم. هذه وين مكانها كان؟ موجوده نفس المكان. عند الباخ. نفس موجوده. البنايه نفس موجوده. نعم. الحين طابع وكاله منصور حق منصور العريض. نعم. صارت الحين حق محمد خليل. اي نعم. حق محمد خليل العريض. بنفس البنايه. اي نعم. في الزاويه الشماليه الغربيه فيها بنايه تحت احمد عمران. وقسم الجنوبي القسم الداخلي. نعم. هذا اللي سكننا فيه. لا لما صار قسم المعلمين اخذونا احنا 9 أنفار. وتروحون تمون في قسم المعلمين، قسم الداخلي. تاكلين في القسم الداخلي. سكنونا في القسم الداخلي. نعم. وهاي انخدعنا فيه. شلون انخدعتوا فيه؟ يقولون كان زين قسم الداخلي. الاستاذ احمد عمران الله يرحمه قال لنا انتم
إذا تخرجتوا من الثانوية بنرسلكم بيروت تدرسون هناك. تدرسون بيروت. أي. أنتوا 9 أنفار. 9 أنفار. القسم الخاص. أي. ندرس الساعة 8 من الساعة 8 للساعة 12. من الساعة 2 إلى الساعة 4. من الساعة 5 إلى الساعة 8. الله شو هالحياة كل الدراسة؟ إيه. من الساعة 5 إلى 8 يعني 8 نشتغل. أول كان دوام من 8 إلى 12 ومن 12 من 2 إلى 4 دوام الاعتيادي. 5 نعم. من الساعة 5 إلى الساعة 8 ندرس تربية وتعليم وعلم نفس نعم. انجليزي والمواد انجليزي ويتعلم. وكم سنة تميتوا في القسم الداخلي؟ نعم. كم سنة تميتوا في القسم الداخلي؟ 2 سنتين. اي. الثالث ثانوي ورابع ثانوي. نعم. كان احمد عمران يوعدنا على اساس ان انتم تخلصون وبنوديكم ندرسكم بيروت. كان ويانا جليل العريض ودكتور علي فخرو. نعم. هذه فاحنا خلصتوا خلصنا. وكان كنا يعني متخيلين بعقد 5 سنوات بعد التدريس بعد التخرج. نعم. اي تخرج احنا خدعنا فيه. التخرج اللي هو مال كلية المعلمين بعد التخرج. اي. العقد كاتب بالتخرج. شنو هو التخرج؟ يعني احنا التخرج من الجامعة، التخرج من المدرسة ما له مفهوم. فانتوا وقعتوا ان انتوا محتاجين لان يعطونا 16 ربية. نعم. 16 ربية يعطونكم 16 ربية في الشهر. 16 ربية ويعطونا في القسم الداخلي ناكل ونشرب. نعم. ايه. وتطلعون ولا بس يعني كنتوا بس؟ لا ما نطلع. بس كلها قاعدين في القسم. ما نطلع في القسم الداخلي. ما عندنا وقت نطلع. نعم. اي طبعا من الصبح للمغرب. من الساعة 8 للساعة 8 وين تطلع؟ نعم. وتراجع بعد تجي وتعشي في القسم الداخلي وعشي ذاك اللهم يا مجير. اي يعني يلا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لكن كنا اجزرت. اي نعم. اي. ولما خلصنا يعني ما نعم. خدعنا. صحيح. لما خلصنا بيودونا. انا عندي الشهاده مالتي موجوده. انا طالع الثاني. نعم. انا عندي الشهاده موجوده بربك اياها. احنا الله يسلمك قبل نسولف عن الشهاده والانتقال للمرحله الثانيه. احنا استاذ بس خليفه بن غانم الرميحي نطلع فاصل ونرد نواصل. هذا يلا واضح. ارحب بك مره ثانيه الاستاذ خليفه بن غانم الرميحي وسعيد جدا في حديث الذكريات الجميله اللي قاعد تقولها. الذكريات الحلوه دي. نعم. احنا قبل ان نطلع فاصل كنت تقول لي ان دشيتوا كليه او قسم المعلمين وخدعوكم. خدعونا. اي. خدعنا كلهم. كلنا انخدعنا التسعه. اي. لان قالوا لنا اخذوا لنا انتم احسن ناس واحنا حوالي 15 تلميذ بس مو اكثر. واخذونا احنا 9 على اساس ان احنا القسم الخاص وندرس. ودرستوا وكملتوا. درسنا وكملنا وخلصنا. خلصنا لكن عاد خلصنا بالعسر لان وتالي عقب اخذيه قالوا لا ودوا جليل العريض وعلي فخرو، علي بن محمد فخرو راحوا بيروت ودوهم. نعم. بيروت. اي. وانتم قعدتوا. واحنا قالوا لا انت احمد عمران قال لا انتم محتاجين لكم ونترككم مدرسين ما عندنا مدرسين. تم بيننا احنا ركنونا. انا قبل لا اطلع موضوع ان انت كنت مدرس وصرت مدرس خلني ارجعك شويه ورا. يقولون ان خليفه بن غانم الرميحي يخلص المدرسه من هني يخلص امتحانه شايل جنطته واقف عند الفرضه ورايح السعوديه. نعم. صحيح ذا الكلام؟ نعم. اروح كل سنه اروح. وين تروح السعوديه؟ اروح رامكو. اروح رامكو. وفي واحد امريكي رئيس مدير المعارف. نعم. اسمه مستر إمك. في السعوديه. في الظهران. اي. فيه. ولين رحت وياه رحت له
ياخذني مباشره بدون هذه، حطني في سيارتي ووديني الدختر وديني مني ومني ومني، خلال ساعه واحده مخلص المعامله. نعم. وكنت ادرس في المدرسه الشرقيه درسين، درس انجليزي ودرس رياضه. احنا استفدنا انا وربعي واخواننا هاي اللي طلاب استفدنا من اللغه الانجليزيه. نعم، اللي كنتوا تاخذونها في القسم الداخلي. لان في القسم لان جميع الدروس اللي كانوا يعطوني اياها بالانجليزي. نعم، فصارت لغتكم قويه. صارت قويه. نعم. إيه. ونطالع المكتبه ومكتبه ما عندنا وقت، كله في المكتبات. نعم. ما في لعبه ولا في مني ولا مني، كله في المكتبه. حياتكم كلها كانت دراسه يعني. ها؟ حياتكم كلها دراسه. كلها مدرسه، كلها نعم. دراسه. أي. كلها دراسه. كلها. اول مدرسه درست فيها في وين؟ اول درست المدرسه الغربيه. اي. سنه واحده. ودرستهم شنو، انجليزي؟ درست انجليزي ورياضه. وبعدها؟ وتالي رحت المدرسه، كانت فتحوا المدرسه الشرقيه. أي. اللي يسمونها الجديده. نعم. اول كانوا يسمون المدرسه القديمه والمدرسه الجديده. تالي المدرسه الغربيه وتالي المدرسه سموها المدرسه الشرقيه. نعم. واشتغلت في. مين كان مديركم في الشرقيه؟ مديرنا كان الله يرحمه خير الدين الاتاسي. نعم. اي نعم، رحمه الله عليه. خير الدين الاتاسي. اي نعم. اي. حدثت لي حوادث. نعم. جاوا سنة واحدة من البريتش كونسل في بغداد. عندهم كتب انجليزي جديدة، طريقة تدريس جديدة، وخلونا اسبوع واحد، اعطونا رخصة. اي، ندخلوا معاهم. وقعدوا وياهم يدرسونا. نعم. درسونا. صارت حوادث يعني غير لا ما تنذكر. صحيح. ما احب اذكرها. نعم. يعني الذاكره مشحونه بكثير من الحوادث. نعم. وعارفه بالوقت. نعم. صحيح. صحيح. إيه؟ نعم. إذا خلينا نرجع للسعوديه، يعني شغلتك في السعوديه، اول شغله رحت واشتغلت فيها في السعوديه شنو كانت؟ كنت مدرس. اي. كلها درس في السعوديه. كلها درس في السعوديه. كلها. لا بس قبل يوم في الثانويه كنت تروح تشتغل، يعني اشتغلت في ارامكو، اشتغلت في القصيبي. اشتغلت مره واحده عند القصيبي. اي. اول واحده، وثاني في ارامكو. زين ليش ما اشتغلت في البحرين؟ ليش تروح السعوديه تشتغل؟ اول شيء ما السعوديه 70 ربيه. اي، كان يعني المبلغ زين، كان 70 ربيه. اي. وهناك 300 دينار، 300 ريال. نعم. اي فرق. و300 ريال، ولا الريال الفضه نبيعه، اعطي الصراف احمد السعد الريال بربيتين ونص. اوه. اي مبلغ يعني كان. عارف شو؟ الريال الفضه. نعم. اعطي احمد السعد الله يرحمه وعلي السعد يعطوني. لا بس انت كنت تروح لهم مثلا، تطلع من الفرضه وتروح السعوديه. إيه؟ تعرف احد هناك ولا بس تروح وتقول لهم بروح اشتغل؟ عارفه. لما اروح هناك عند شو اسمه، عند مدير المعارف هذه. اي نعم. الامريكي يعطونا حجر. يعطونا حجر، موجودين حجر حق سكن. نعم. سكن تقعد هناك فيهم. ايه. زي يقولون ان انت مره اشتغلت في منطقه، يقولوا لك اذا اشتغلت في الظهران بنعطيك هالكثر. هذه اخر سنه. اي. اخر سنه. اللي لما خلصت المقاوله مال الاتفاقيه مال الحكومه مال 5 سنوات. مال 5 سنوات رحت السعوديه. نعم. على العاده. فرحت حق الامريكي هذه. شو انت خلصت مدرس الان؟ كملت ال5 سنوات انك كنت مدرس. اي. فرحت له، قال لي، قلت له انا، قال how long you will work with me؟ قلت له forever. forever with you. yeah with you. قال very good. وداني خلي بسيارته، وداني فحصني المستشفى، ودي كلها تقريبا نص ساعه، ولو توصي علي اللي انجح واللي ما انجح كله ينجح. نعم. كله باص. كله باص. اي. لانه محتاج حق هذه. نعم. واخر مره وظفني، خيرني، قال لي انت تبغي تشتغل؟ قلت انا خلاص ما بستقيل، واشتغل عندك على طول. نعم. في ارامكو. قال لي هذه امك
احنا عندنا مكانين، مكان في الظهران ومكان في البر. نعم. في الظهران نعطيك جريد 6 اللي هو 320 ريال حق الجريد 6. وفي البر نعطيك جريد 7. نعم. 720 ريال. اوه فرق يعني المبلغ. فرق وايد. اي. فانت وافقت تروح البر؟ قلت له لا انا اروح البر. اي. ورحت البر وخلص اوراقي في نص ساعه واعطاني تذكره طياره. تذكره طياره ارامكو. زين تطلع من وين كانت الطياره؟ من الظهران. من الظهران. تروح البيت وهاي الطياره تمر العيريه، رفحه، خميس، ذاك اسمه كله، تروح 7 محطات تحول. لأي منطقة توصل؟ أنا رحت المنطقة رهن عيرية. إيه؟ اللي تقريبا حوالي نص ساعة بالطيارة. نعم. هي بقرب أول منطقة. واشتغلت في العيرية؟ اشتغلت في العيرية. شنو شغلي؟ مدرس ومدير مدرسة. ومدير مدرسة في ذاك الوقت؟ اي ما عندي احد. إيه؟ انا المدير وانا المدرس. كم واحد كانوا هناك؟ ما عندنا احد. إيه؟ واحد بروحي. انت بروحك؟ إيه؟ مدير ومدرس. مدير ومدرس. إيه؟ الله يعطيك الصحة والعافية. وزين كم عدد الطلاب اللي كانوا؟ الطلاب يختلف. ايه؟ 4 5 طلاب. الصبح من الساعة 8 يجوني 4 5 أنفار للساعة 12. ايه؟ وعقب ما يتم له واحد. وبعدين من الساعة 2 إلى الساعة 4 يجوني 4 5 بعد هذا اللي يشتغلون في النهار. إيه نعم. يجوني العصر. وبالتالي هذه دوام رسمي. دوام يسمونه بارت تايم. لا اسمه اوفر تايم. ايه؟ اوفر تايم وبارت تايم. ايه؟ اوفر تايم من 5 إلى 7 وبارت تايم من 8 إلى 10. الله ما شاء الله. يعني انت إيه؟ من قومة الصبح للساعة 10 إيه؟ انت كنت تدرس ذنين الجماعة. إيه؟ من 8 إلى 10 يجون الامريكان اعطيهم عربي. ادرسهم عربي. ادرسهم عربي. حلو. ايه. انا استفيد منهم وهم يستفيد. انت هم يستفيد منهم انجليزي وهم تعطيهم عربي. والمس هول اللي مفتوح. مس هول مفتوح. كم سنة تميت هناك؟ تميت 1 و8 أشهر. 1 و8 أشهر. إيه؟ زين في ذي الوقت يوم طلعت انت من التربية طال عمرك ورحت تشتغل في العيرية، ما خبرت التربية ان انا والله بقدم استقالة؟ عقب ما رحت وشغلني الامريكي. ايه؟ كتبت رسالة استقالة. استقالة كتبتها من 3 نسخ. نعم. طرشتها حق الاستاذ احمد عمران في بريتش كونسل في بيروت، وطرشت نسخة واحدة حق الاستاذ سيف كان رئيسي، ونسخة حق وزارة التربية. ايه؟ ان انا بقدم استقالتي. ان انا اقدم استقالتي. ايه؟ ويقولون على طول بعد الاستاذ احمد العمران رحمه الله عليه كتب تتشرف الهيئه الاداريه بقبول استقالتكم. إيه. ولما رجعت علي طريت عقب شهر ونص عقب يا احمد عمران رجع قال لي ياتي الرساله تتشرف اداره التربيه والتعليم بقبول استقالتكم. نعم. شنو انت تميت 5 سنين تشتغل معاهم؟ 5 سنين اشتغلت معاهم. اشتغلت اشتغلت 5 سنين. نعم. لكن 5 سنين اكثر من 50 سنه. شلون؟ يعني طويله. انت كنت تحب التدريس ولا ما كنت تحبه؟ انا ما احب التدريس، لكن الاستاذ الله يرحمه احمد العمران قال لنا انتم بنرسلكم بعثه. فانت كان حلمك انك تروح بعثه؟ كان الحلم انك انت تروح تدرس برا؟ كلنا الحلم. وعقب ما خلصنا 5 سنوات سلمان الصفوان راح بغداد. لان ابوه مقتدر. نعم. سلمان الصباق وابوه بعد موظف عود في البلديه ما اعرف طرشه بغداد. درسوا. احنا ما عندنا شيء، ما عندنا فلوس. نعم. يعني زين خلينا نرجع الى حياتك في العيريه. نعم. الحياه اللي عشتها في العيريه يعني شنو كان فيها في السعوديه يوم رحت البر؟ يعني شنو كان فيها هناك؟ في البر ما في عيشه. كامب يمكن 200 متر في 200 متر. نعم. ومحاط بأسلاك شائكة. أسلاك شائكة.
ولا باب بوابه عند ناطور عند الباب. وفي ناطور اسمه سعود الله يرحمه، سعود بن جفين ناطور يحرس المكان. ايه ناطور. هاي سعود بن جفين كان ناطور بدوي عتيبي. نعم. ايه لي خال في قريه اسمها تقريبا حوالي 20 كيلومتر انطاع. نعم. هي الوالده الله يرحمها من كانت من انطاع. اي من انطاع. اي من انطاع. وهما اول كان هذه الانطاع موجوده، لكن كانوا يصيفون على البحر. نعم. في جزيره العماير. حدا الكويت، شمالي الكويت. نعم. جنوبي الكويت. اي نعم. هذه كان فيها. ولا هنا موجودين والعائله موجوده. وتالي رحت يعني يعني تعبت فيها. نعم. لكن شيء يعني اللي هون عليك الموضوع. نعم. ان انا كنت اكسب يعني حوالي 5000 6000 ريال في الشهر. نعم. والريال ب2.5. نعم. فكان مبلغ يعني. مبلغ. اي مبلغ. ولذلك جمعت في سنه و8 اشهر يمر حوالي 180,000. وهي مبلغ عود في ذاك الوقت. مبلغ عود. نعم. إذا ما كنت تفكر في مشروع، تفكر في أحلام؟ كنت أفكر في المشروع نفسه على أساس أن أنا أفتح محل. نعم. لأن أنا اشتغلت مع الأستاذ سيف أشتري أدوات من السوق، أدوات رياضية من السوق. صحيح. وأدري شفت يعني الأسعار اللي موجودة. نعم. شيء مهول. يعني اللي نص ربية يبيعونه ب10 ربيات. هو فرق يعني، فيها فائده يعني. اي نعم. فاغرتني العمليه هذه. انا استاذ خليفه بن غانم رميحي، قبل لا انا ارجع الى البحرين ورجعتك واشتياقك حق البحرين، في ذاك الوقت يعني انت كشاب موجود هناك ما فكرت تحرس، ما فكرت تبني حياه؟ شلون؟ في العيريه، يوم كنت في العيريه. يعني ما فكرت انه مثلا تبني لك حياه، تحرس؟ شلون كانت علاقتك بالمجموعه؟ لا اسلمك، هذا السبب اللي خلاني اشرد من هنا. نعم. شردتي من العيريه. انا تميت سنه و8 اشهر ما جيت البحرين. يقولون خالك دش عليك مره واحده كان طلع لك سكين. هذه سعود بن جفين الله يرحمه، اظن مات يمكن مو موجود. سعود بن جفين يا خالي يجيني في الاسبوع مره واحده. تسوي له تصريح ويجيك؟ ادخل عند الباب. نعم. يضرب تليفون انا فلان، اقول له يدخلون. اخذ رخصه من السكيورتي واحد ايطالي. نعم. توني لانزون واحد اسمه. اخذ الرخصه ويدخل يجلس انت قهوه وهذه ويطلع. اطلع انا العصاري ويوم الجمعه ولا شيء، وشفت واحده مزيونه. نعم. بدويه. دخلت في مزاجي. خطبتها، وافقت. اعطيتها تنكة دهن و1000 ريال وخروفين مهر، ما ملش عليها. بس مهرها. مهر. كانت ترعي غنم. آية في الجمال. ما شاء الله. آية في الجمال. آية في الجمال. جمالها يعني جمالها. أخذ. وقلت أنا ما أتزوجش، وافقت. انتشر الخبر، الله يرحمه هاي سعود بن جفين خبر الخبر. نرى الخبر جاي خالي. قال مبروك خالي، رجل ثاني يوم الخال. دش عليه بس دشيت في عباط. يعني انا بسلم عليه، بحب على خشمه. كان دزك. دزني. والشرار يقولون طاير كان. طاير من عيونه. اي دش داخل
بالحجرة، طلع فيه شاف الفرد موجود هنا، قال شوف هاي الفرد طلق على مرته ان اذا اخذت المرأة هذه اقتلك واقتلها. اوف 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 يا ابن الحلال، غير بدل. قال لي الدهن اللي طرشناهم ترك الدهن والف ربيه والخروفين. زين بعد ضربت خماس في اسداس، خمس في اسداس. لا ما تسوى العملية. يا الامريكي هذا الامريكي قلت له مسلمك؟ قال نعم. قلت له انا بروح والتي فريضه وبروح لها يومين 3 ايام. نعم. قال ايش كثر تاخذ؟ يعني ابي اسبوع 10 ايام. قال اوكي، معاشك بيمشي، معاش كل شيء. اي ورحت ورجعت البحرين. ورجعت ورجعت ايه بلا مرت على السعد. نعم. اخذت بيزاتي ربيات، صاروا حوالي 180,000 ريال ربيه. نعم. اخذت من عنده واعطاني تشيك وجيت وركبت اللنج. رجعتك من عيرية ورجعنا البحرين وبدينا يعني حياة جديدة بالنسبة لك. ايه. مجمع فلوس وفي بالك الحلم اللي انت ايه تبي تسويه. اخذت المحل. نعم. 5,000 ربيه طفليه اللي في سوق شارع التجار. اي نعم. واعطيت 5,000 ربيه واحد نجار سوى لك ورتب لك الكبتات، وانا صبرت الهند. نعم. وجبت بضاعه وسميته قصر. واخذت اسهم في بنك البحرين، ذاك الوقت تو مفتتح بنك البحرين. نعم. خذيت اسهم عنده. اخذت اسهم. البيزات اللي انت جمعتها واستثمرتها. اخذت اسهم في بنك البحرين الوطني. نعم. وما انسى واحد لا فضل عليه، ما انسى ابدا ابدا ابدا. احمد العسيري. اي نعم. هاي كان مدير بنك البحرين الوطني، اول بنك. سوى لك يعني شنو سوى لي؟ لما اجيب بضاعه وينكشف حسابي يغطيه من حسابه. يا سلام يا سلام. شيء وايد. نعم. يغطيه من حسابه. اقول له وايد يا شيخ. قال ما عليك، انا واثق منك. نعم. الثقة كانت موجودة يعني. الثقة موجودة. الثقة موجودة. نعم. إيه. زين ليش الله يسلمك سويت لك يعني مشروع الرياضة ومشروع الأدوات الرياضية؟ أنا اشتغلت في الرياضة. نعم. مع سيف قبل الرياضة مع سيف. أي. وكنت أشتري ألف السوق، أشتري كرات من دارجيلينج. مين كان هناك ذاك الوقت؟ مين كان يعني يبيع أدوات رياضية؟ دارجيلينج. هو الوحيد اللي كان يبيع. وجنرال ستور. أي. محمود شكيب عنده شوية بعد أغراض هذه. نعم. لكن دارجيلينج هو الأساس. وسميته قصر الرياضة والكشافة؟ سميته إيه. يعني نفس الاسم ما غيرته. إيه. ورحت بيروت. اي. اوراق ما اوراق سويتها، اوراق تالي سويتها. اي. وجبتهم. واللي والصاحب الفضل الاكبر علي سيف. نعم. اللي هو اللي شار عليك وساعدك. سيف بن يابور. لا مو شار علي. كان ساعدني وايد ساعدني. نعم. يقول كانت مناقصات وزارة التربية عندك. مناقصات وزارة التربية والتعليم. مناقصات التربية 80-90%. يكون عندك اياها. اخذها. نعم. ومرتين 3 مرات اخذها 100%. نعم. كان الشيخ خالد بن محمد الله يرحمه. نعم. كان رئيس لجنة المناقصات. ويا سيف ويا الشيخ خالد ويا اظن واحد مال الماليه ما ادري وين الماليه يجتمعون عليه. يجي الشيخ خالد يقول من قدم المناقصه؟ قالوا له فلان وفلان، دارجيلينج وانا. نعم. قال لهم اعطوا هذه، اعطوا فلان، اعطوا خليفه. نعم. ليش كانوا يعطونك اياهم؟ اول شيء العربي. نعم. وقال لهم اشكره، قالوا يعني في فرق شوي قليل، يعني انزل مني هو. نعم. لكن الشيخ خالد قال هذه بذاته بيصرفها في البحرين. نعم. اي. هذه باكستاني بوديها الهند. نعم. شو تقارنون بهذه؟ تقارنون هذه بهذه؟ نعم. ما يصير الاجتماع مال المناقصه 10 دقائق.
ويخلص خلاص وترسي عليك المناقصه. خلاص نعم. حكمها فلان بن فلان. اي بس الله يسلمك صار مره واحده. اي نعم. مره واحده الله يسلمك كانوا بيفتحون مناقصه في الليل. الليل ونوقف عند دكان حميد الشتر، دكاني ودكان حميد الشتر. تنتظرون المناقصه؟ اي نوقف ولا سوالف العصري وابراهيم عجور. نعم. الله يرحمه والجماعه عبد الله قلوم وهذه نوقف المحل سوالف وسوالف. يا محمد كانوا سلمنا عليه ما سلم عليه. قال لي محمد كانوا الليله بنفتح المناقصه. خير ان شاء الله. قال ما بتحصل ولا فلس. ما ادري هو يمزح ولا صاج ولا شيء. على هواك ان حصلناها ما حصلناها خير وبركه. احنا يعني رابطين بطننا عليه. احنا استاذ خليفه بن غانم رميحي يعني تكلمنا، الحديث معك جميل وحديث الذكريات حديثك جميل وذكرياتك اجمل، ونرينا في جعبتك الكثير يعني. احنا يعني قضينا الان الجزء الاول من الحلقه سولفنا عن البدايات وعن التدريس وسولفنا عن رحلتك في الرياض والسعوديه. انا دردور الله دردور عذاري. الحين الله يسلمك يعني اذا تسمح لي اني اكمل معاك الجزء الثاني ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله، وراح نكمل معاك بنسولف عن رحله مصر وبنسولف عن قصر الرياض والكشافه ونسولف عن دخولك الانتخابات في 73 ومواضيع جميله راح نسولف فيها معك ان شاء الله. تسلم ويعطيك العافيه. الليله انتهت الحلقه. الليله انتهت وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل ان شاء الله. ساعه. لا ان شاء الله ان شاء الله. على كيفك.